لاسترداد الاثر النادر هذا، بالرغم من محاولات وزاره الخارجيه الالحاح على رفع الدعوه. اليس هذا تقصير في اداء الواجب؟ يبقى وزير الاثار يعني. وعندنا بقى عشرات المواقف الحقيقه المتعلقه بالاثار. عندنا كتير من الوزارات اللي محتاجه اعاده نظر. زي يعني مش فكره ان زي، انا بعتبر انه يعني اي الوزراء شايفه ان هم اخفقوا. الاخطر والاهم هو ان تكون الرؤيه فعلا مؤمن بيها جموع الشعب المصري، لانه اللي هيشتغل وهيأدي الدور استاذه ريهام، اللي هيأدي الدور هو الشعب المصري. الكتير جدا بيعيب على الشعب المصري انه ما بيعملش، انه ما بيشتغلش بروح، ما بيشتغلش بنفس، لا، هو مرهون بانه يؤمن بالرؤيه التي تطرح عليه، ويشعر بعدل الوطن، ويشعر انه فعلا احنا بنحمل الاعباء معا، انه لا يمكن ابدا يبقى شعوره بانه العبء هيبقى على الصغير في حين ان الكبير بيطبطب عليه، فيبقى في امكانيه انه ينهض. لكل دوره اللي المفروض يقوم بيه. طبعا طيب. ولازم يبقى في عندنا شجاعه. بطريقه ثانيه سياده المستشاره، هل في اي من الوزراء الموجودين حاليا في الحكومه شايفه ان هم احسنوا في عملهم وتتمني الا يتغيروا؟ بالتاكيد طبعا. يعني في شخصيات بتأدي دور وبتحاول انها يعني انا دايما يعني ما بحبش اشخصن القضايا، لانه تأدية الدور بيبان، تلاقي كده في رضا شعبي عن الوزير، في احساس بانه يعني زي وزير مين؟ انا يعني شايفه جهد كبير جدا من وزير النقل مثلا، ما حدش واخد باله من الجهد اللي بيبذله. يعني في بعض الاحيان احنا بنظلم بعض الوزراء ما بنبقاش شايفينهم يعني. لكن وزاره الثقافه، رغم الصديق العزيز حلمي نمنة موجود على راس وزاره الثقافه الان، وهو عارف ان انا نقدي دائما في اتجاه الوطن، وعشان كده يعني عايزاه يسمعني. لحتى الان مصر لم تبدا نهضتها الثقافيه من اجل فعلا الشعور بأن هناك ثورة ثقافية في مصر تسترد عافيتها الثقافية وتسترد قوتها الناعمة وتسترد إبداعها الفكري والأدبي. أنا أعتقد أن احنا لسه ماشيين تقريبا خطوة اللي هي بتبقى في الخطوة في نفس المكان، يعني ما تقدمناش خطوة لقدام. طيب ده عن يعني بصي، احنا مش عايزين نشخصن القضية ترتبط بأداء جماعي لوزارة جاءت بعد ثورتين تريد أن تغير مصر. هل السؤال الأعلى، هل نحن نريد أن تستقر الأوضاع على ما هي عليه أم أننا جادون في التغيير؟ وإذا كنا جادين في التغيير فسنغير من أجل ماذا ومن أجل من؟ تمام. الأسئلة الكبيرة في بعض المراحل بتشكل التوجيه الاستراتيجي، بحيث ان احنا بعد كده يبقى كل واحد فينا عارف انه بيعمل اللي بيعمله وهو في مكانه، لأن هو رايح في الطريق الشعب المصري مستنيه. وعشان نبقى فعلا أمناء، ده مش معناه ان احنا بننكر انه في محاولات وجهد بيبذل وانه محاولات يعني، لكن دايما بيبقى السؤال هو ليه الناس مش حاسه باللي احنا بنعمله؟ هو ليه الناس مش شايفه ان احنا بنعمل حاجه يعني بنجتهد فيها؟ لانه الرؤيه مش موجوده، ولانه التوجيه الاستراتيجي لم يحدد للشعب المصري البوصله فيطمئن لها، فيبدا في الاحتشاد حول من ينفذ. طيب ده فيما يخص الحكومه ورؤيه حضرتك لاداء الحكومه. البرلمان بقى شايفه اداؤه ازاي؟ لا، البرلمان لم يختبر بعد، لانه كل اللي حصل في الفتره اللي فاتت ممكن نسميه مجرد اجراءات واستعدادات واشتباكات، يعني دي هي هوامش، يعني كل اللي بيحصل ده هوامش. لكن يعني شايفه النقد اللي بيوجه للبرلمان يمكن زايد عن حده شويه؟ لا، لسه البرلمان لم يختبر بعد، وبالتالي فايه احنا بنتكلم في الهوامش. عارفه زمان كان في عندنا في الشريعه الاسلاميه بيتقال كده انه ايه، في متن، المتن ده بيبقى هو الموضوع الرئيسي الاصلي، وبعدين بيكتب فيه الناس كل الخلاصه الفكريه. الفقهاء الكبار دول هم فقهاء المتن، يجي بعديهم 300 فقيه يتكلم ايه، هوامش، فنسميهم ايه، فقهاء الحواشي على المتون. احنا شغالين على الحواشي دلوقتي، يطلع اي حاجه نمسكها نكبرها ونتكلم فيها ليل ونهار، وتبقى ايه، حديث الساعه وحديث الاعلام والصحافه، وفي الاخر فين الموضوع؟ الموضوع ماشي، ده فرض، ده لكن عمل البرلمان لم يبدأ بعد. طبعا، لانه هو هيبدا امتى؟ هيبدا لما يبتدي يمارس التشريع.